كان سنة كام؟ بداية الرحلة بداية خالص الرحلة خالص 2006. 2006 2006 دي البداية، بس في ما قبلها شوية. إيه كان قبلها إيه؟ يعني قدمت في كذا قناة وعملت انترفيو وعملت كاميرا تيست واللي هنرجع نكلمك هو انت دارس ايه؟ ما ترجعنا ورا خالص. عايز انت قاهراوي انا اتولدت قهراوي. هنا؟ لا انا اتولدت في الكويت، بس اول ما اتولدت جينا على طول. وحرب الخليج قمت جيت؟ لا قبل الحرب الحمد لله. اوكي. يعني ما ولعناهاش وجينا. ما خسرتوش فلوسكم والجو ده لا يعني. يا عم ربنا يستر. انا بقول لك اصل كلنا حصل لنا كده، اشمعنى انت؟ لا انا اتولدت في الكويت 85. هو ده بينفسن مش اكتر على فكره. ونزلنا يعني بعد ما اتولدت كملناش سنه تقريبا واهلي نزلوا على مصر. ودراستي بقى الجامعيه دارس ماس كوم اعلام في جامعه امريكيه. فانت من هو انت الطريق لا كله. لا الله انا خلصت هاي سكول خلاص، رايح اي يو سي الادميشن بقى وكده. كل اللي في دماغي ايه؟ كمبيوتر ساينس اصلا. ليه؟ انا شايف ان ده الان جدا ومهم وبحب انا الكمبيوتر حاسبات. وبتاع حاسبات ومعلومات حاسب اللي بتقوله. المهم ف دي حته احمد سعد عشان كان لسه معاكم. سمعت عليه؟ لا انا ما سمعتش كويس وانا بحاول الحمد لله ان هي عدي اتمنى تكونوا ما سمعتوش كنت. طب خد احساسك من وشي. فالمهم انا اختي اكبر مني بسنتين. فدخلت الجامعه وادميشن ورحت المبنى، كان الاولد كامبس بتاع اي يو سي. اوكي. مبنى الفلكي هو اللي كان فيه انجينيرنج وكمبيوتر ساينس وبتاع. فدخلت كده بصه فلقيت من دفعه اختي وبتاع، اللي دقنه كبرت وشعره طول واللي لبس نضاره. يا جماعه في ايه؟ انتوا ايه اللي جايبكم دلوقتي؟ اصلا الجامعه لسه ما بداتش، عندنا بروجكتس. قلت لهم ربنا معاكم. خرجت من المبنى مش كمبيوتر ساينس. شفت الناس اللي في الكمبيوتر انا مش ساينس. هدفن نفسي في التعليم للدرجه دي، لا مش انا عايز البس قميص مشجر وتروح الساحل وبتاع حصل. فقعدت طب انا هعمل ايه؟ فرحت الادميشن وقدمت وبتاع. رجعت قعدت اتكلم مع ابويا، قلت له بقول لك انا مش كمبيوتر ساينس. اي طب ايه؟ قلت له بزنس. فقال لي ماشي يعني. بس طب انت ابوك بيشتغل ايه؟ ابويا قطاع خاص، عنده شركات ومصانع بزنس يعني. قلت بس بزنس عشان اكمل الطريق يعني. وبعدين قال لي طب فكر وبتاع. المهم ايه؟ قلت طب بس ماس كوم ادفرتايزنج، ليه؟ افيد بقى شغل ابويا في الادفرتايزنج وبتاع تكمله وكلام من ده. حلو. اللي انا بقول لكم ده بيقول لكم مش من وانا صغير بحلم ان ابقى مذيع وبتاع وبقعد اتكلم قدام. مفيش الكلام ده خالص. ليه؟ لان ده بني ادم كان اليوم اللي عندي فيه برزنتيشن ده يوم لعنه. بتكسف جدا وهقوم اعمل البرزنتيشن مضطر، فهتلاقي بقى ودني احمرت وايدي سقعت وفاهم وزنهرت وبتاع. اول دقيقتين الدنيا تمشي تمام خلاص. الستريس يقل شويه. اول ما تسال سؤال كريتيكال تلاقي الستريس ضرب تاني. فده اكيد مش هشغل مذيع يعني. المهم خلاص ادفرتايزنج. ميزه اي يو سي بقى لما بتخش انت مش مطالب ان انت تديكلير من الاول الميجر اللي انت عايزه. عندك فتره كده تستعد يعني ممكن فيها. تخش كده سلام عليكم وبعد كده تقرر بالزبط. انا عايز ابقى في. بتاخد بقى شويه الكتيفز، بتنقي ايه من هنا ومن هنا ومن هنا عشان تحدد البوصله بتاعتك عامله ازاي. فخدت كورس بنعمل فيه نشره الاخبار بتاعه الجامعه. والستودنت الطالب في الكورس ده مطالب انه بيقوم بدور كل شويه. فشويه تبقى ساوند تكنيشن، شويه تبقى كاميرا مان، شويه تبقى البروديوسر، شويه في الليله كلها ورا وقدام الكاميرا. فطبعا العبد لله عملت كل حاجه قبل ما اقعد قدام الكاميرا. مش عايز. عارف اسماعيل ياسين في الفيلم بتاع كان اسماعيل ياسين في البحريه تقريبا، اللي هو دوره ينط في المايه فبيزق اللي قدام. انا كنت عمال اعمل كده في حته الكاميرا دي خلاص لحد ما مفيش اوبشن. خلاص كلهم خلصوا فاضلش غير انا. بص ورايا وبتاع. فالبروفيسور قال لي رامي قلت له ما بلاش. قال لي مفيش لازم. قلت طب امري لله. فدخلت قعدت قدام الكاميرا، ودني تحمر، وشي يزنهر، ايدي تسقع. بدات عدت دقيقه، دقيقتين، 3. طب ما الدنيا حلوه اهي. طب ما ايه اللذاذه دي؟ وخلصت اللفه دي بقى. بنعملها كذا مره. فجيت في اللفه الثانيه الستريس ليفل اقل، ثالثه اقل، الرابعه انا اللي عايز اروح، الخامسه مستني اروح تاني لحد ما خلصت الكورس. وبعد ما خلصت الوحيد اللي اداني سيرتيفيكت قال لي عشان نقله البرفورمانس اللي حصل من واحد فيش خالص قدام الكاميرا كان كله بقى الحمد لله يعني. بس فهنا بقى بدات تلعب في دماغي. قلت بس اقفل بقى بلاها سوسو، خد ناديه. مش ادفرتايزنج، جورناليزم وبرودكاستنج. اوكي. فدخلت بقى في المنطقه دي. ولما دخلت فيها كنت طول الوقت في الصيف دي ما بيني وما بين ابويا كده شغل شهر وشهر، يعني في الاجازه الشهرين، شهر شغل مع الوالد وشهر اعمل اللي انت عايزه بقى، سافر روح اللي انت عايزه. اوكي. فطول الوقت كنت بشتغل مع والدي يعني لحد ما اتخرجت وبقيت بشتغل مع والدي برضه. وبعدين في تويستايه كده معينه لا داعي لذكرها قوي مش مهم يعني. فقررت بقى ان انا ايه
اتجه الى الاعلام. فقدمت هنا وقدمت هنا وانترفيو هنا ومش عارف ايه وبتاع، ما بالراحه بقى صابتش في الحته دي ما صابتش عشان خالص. انا دخلت الاعلام كفته، امم يعني حظ أوكي. بصراحه. كانت مسابقه مذيعين وكسبتها، وكانت قصه كده. فاكر مالدي بريمير زمان ام بي 1، كنت انا والله يرحمه عمرو سمير. وده انطلقت من هنا وسبت، ورجعوني بعدها ب8 سنين على اكس فاكتور عدل. فانا قصتي يعني ايه، ارميها في الزباله. احكي لنا بقى بالراحه الدخله ازاي، لان انا بجد بتسال كتير قوي. انا أبدأ عايز ابقى منين؟ مذيع اعمل ايه، انا بعرف ارد. عايز ابقى ممثل اعمل ايه، لان انا مسح بكرامتي الارض عشان ابقى ممثل. لكن في الاذاعه انا ما اعرفش، ما بعرفش اقول ايه. ما انا بقيت بستغرب السؤال ده دلوقتي، لانه يا جماعه ما الديجيتال وورلد موجود اهو. فتح انت ليه عايز تروح في التلفزيون؟ فاهم؟ انا بستغرب السؤال ده دلوقتي فعلا. اظن يعني ان هو بيبقى حلم. ما هو الحلم ده لازم اصحابه يغيروا بوصلته. ليه؟ لان انت يعني لما انا بدات من 2006، انت لما تيجي تبص 10 20 سنه لقدام، التلفزيون معاك بقوته، ما كانش فيه العالم الديجيتال ده. انما النهارده في ناس بتظن انه لقطه ان انا طلعت على التلفزيون هتشاف بقى، الناس هتشوفني. لا، انت النهارده واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، هتدي فرصه امتى وانت بتقلب لقيت مذيع جديد انك تسمعه؟ النهارده مختلفه، صعبه فعلا قوي. النهارده طيب مختلفه. انت عايز تشتغل مذيع وحاسس ان انت عندك الحته دي وهتبقى جامد فيها، يا سيدي افتح كاميرتك في بيتك ولا في مكتبك واطلع غيص. بس في الحاجات اللي هي بتبقى الاخبار، البرامج دي المعينه نوعيه اخرى، لو المجعلصه بنتكلم عن دي، نشرات الاخبار بيبقى هم دي نوعيه حلمهم اخرى. يطلعوا يعملوا حاجه ما مم. بتبقاش ديجيتال. ممكن هو يعملها بالطريقه اللي هي في المنزل، صح اللي صح. هي بس هرجع بقى لسؤالك، آه. انه البدايه كانت ازاي؟ ما اعرفش حد، مجال ما اعرفش فيه بني ادم. فعملت ايه القنوات اللي موجوده كان وقتها؟ كانش عندك غير اي ار تي ومشفره، دريم، والتلفزيون المصري، والمحور كانت لسه بتقول ها. خلاص، فرحت قدمت. في اللي قدمت لهم ولا كلموني، وفي اللي قدمت رحت عملت انترفيو، طب هنرجع نكلمك، محدش اتكلم. وفي اللي قدمت ورحت عملت كاميرا تيست، فهنا بقى حسيت انه ها في ستاب جديده هتيجي اهي، هنرجع نكلمك، برضو ما اتكلموش. فاصلا جمله هنرجع نكلمك دي بقت عامله لي عقده. لحد ما طب اعمل ايه ما انا مش عايز افضل حاطط ايدي على خدي. فنكشت كده شويه، وعن طريق ابويا وبتاع، فساعدني في ان انا اعرف احصل على فرصه تدريب في التلفزيون المصري. تدريب اوكي في الشغل، ده اللي هو زي الانترنشيب يعني، اللي بيبقى في الشركات بالظبط. واسطه بلا يعني. مقابل بلا اي حاجه. واسطه يعني. واسطه ايوه، انا اشتغلت. انا ما بقول انت لك بتقول تدريب. صاحب ابويا. تدريب واسطه من يعني، غير فلوس. ما اشتغلتش يا جدع الله. واسطه. هو في ناس مش عارفه تجيب تدريب. طب ماشي مشيها واسطه، مشيها واسطه. بس هقف عند كلمه واسطه دي، عشان بحزن جدا لما بلاقي انه بعض الشباب في جامعه وهيتخرجوا او اللي اتخرجوا بيبذلوا مجهود غير طبيعي في البحث عن الواسطه. مش اللي هو البحث عن الشغلانه. لو بذلوا نفس المجهود في البحث عن الشغلانه هيجيبها. هتصيب. ليه بقى؟ لانه فتره التدريب اللي انا بقول لكم عليها دي استفدت منها. الاستفاده الرئيسيه ان اتدربت على اللغه العربيه. انا علاقتي باللغه العربيه كانتش احسن حاجه وانا في المدرسه. فالمهم ايه، لما جيت خلاص نويت ان انا اشتغل الشغلانه دي، ففي بعض الادوات اللي معاك لازم تبقى جاهز بيها. ففتره التدريب في ماسبيرو في قطاع الاخبار، هنا كان في راجل يعني رحمه الله عليه عظيم جدا، استاذ عادل نور الدين. لما قعدت معاه كان نائب رئيس قطاع الاخبار وقتها. الله يرحمه. فانت خريج ايه؟ قلت له جامعه امريكيه. قال لي جامعه امريكيه والعربي وكده. قلت له لا مش وحش يعني. قال لي طب الجورنال قدامك اهو، اقرا لي خبر. فقريت. قال لي والله مش وحش، بس ايه رايك نظبطه شويه؟ قلت له جدا. قال لي طيب هتروح لدكتوره لمياء، وكنت اتمنى ابقى فاكر اسم الاسره يعني الفاميلي نيم عشان اقدر اذكره، لانه هذه السيده الفاضله كان ليها الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، طريقتها حببتني في النحو جدا. هنا بقى بدات اشوف قد ايه اللغه العربيه دي لا هي مش مجعلصه، دي اكتر لغه غنيه في العالم، لغه ثريه جدا. بدات اقع بقى في غرام اللغه العربيه والتشكيل والنحو. فعرفت بقى وقتها ان في قناه جديده بتفتح بتاعه رجل اعمال مشهور جدا اسمه نجيب ساويرس. مهندس نجيب موبينيل تلفزيون اون تي في. ننكش في الموضوع. لا كانت او بقى كانت ايوه ايوه. طب نروح نشوف ايه الموضوع ده. فرحت قدمت في او تي في، حطيت السي في عند الامن، حضراتكم بقدم لو في فرصه وبتاع. طيب تمام شكرا، السلام عليكم السلام عليكم، ومشيت. بعدها بكام يوم جالي تليفون، رامي رضوان يا فندم، طيب احنا قناه او تي في وكده وعايزين نقعد معاك. حاضر يا فندم، اجي امتى؟ كذا في كذا في كذا. تمام. رحت قعدت معاهم انترفيو، كلمه من هنا على كلمه من هنا مش عارف ايه. طيب هنرجع نكلمك.
ابتسمت. انا عارف الجمله دي، هتوحشوني. انا عارف الجمله دي، اشوف وشكم بخير، ومشيت. خلاص هنرجع نكلمك عشان نشوف ميعاد الكاميرا تيست. ماشي. فمشيت. بعدها بكام يوم رجعوا كلموني، فضلك تعالى لنا على المكتب. حاضر. وقتها بقى كنت ساكن في مدينه الشروق والمكتب كان في الزمالك. خلاص. فنزلت رحت، خير يا جماعه الخير. قالوا لي بص احنا كان المفروض ان احنا بنكلمك عشان كاميرا تيست، مش هنعمل كاميرا تيست، انت هتنزل تصور تقرير كريبورتر يعني. فقلت لهم تمام. لا هاخد خطوه لورا الاول، بس انه انا مقدم السي في انا عايز اشتغل مذيع. بعد الانترفيو اخره قال لي طيب بص يا رامي احنا هنرجع نكلمك، بس عايزين نقول لك انه البرامج اللي هنبدا بيها كمان كام شهر اتسكن عليها المذيعين خلاص، فالفرصه اللي موجوده عندنا مراسل تلفزيون تي في ريبورتر. تمام بالنسبه لك؟ قلت له موافق. ليه؟ لان في اللحظه دي انا بفكر في انا عايز احط رجلي، عايز تخش. مش مهم. بس واو انت بدات. وعايز اقول لك بقى، ودايما ده بقوله في الورك شوب، لو رجع بيا الزمن وكان قدامي اختيارين وانا نبدا كتي في ريبورتر او مذيع في التلفزيون على طول، هختار تي في ريبورتنج. لا انا اختار مذيع عادي. اقول لك ليه بقى؟ لانه لما اشتغلت مراسل انا لفيت حتت في مصر اتحداك ان انت رحتها. ده نمبر 1. نمبر 2 عشت حاجات مع الناس عمري ما كان هيبقى عندي فرصه اعيشها، فبالتالي بس اتعلمت ايه؟ ما هو اتعلمت كتير قوي. هدي لك اكزامبل بقى. اتعلمت لدرجه انه لما نزلت في فتره عملت تغطيه للانتخابات كمراسل، وجي اليوم اللي انا قاعد في الاستوديو وبكلم المراسل، انا من اول 2-3 ببقى عارف هو وصل امتى وشاف ايه، فبالتالي ما زنقوش في الحته دي، او هديله فرصه يجمع معلومات اكتر، او هساله اسئله جنرال عشان اديله فرصه. فانت شايف كل ده لان انت ما كنت مكانه. فانت فاهم وعارف بقى انه هناك الخروقات الانتخابيه ممكن تحصل ازاي. طب في حد قاعد بره بيقطع فلوس، يعني انت شفت الاكسبيرينس كلها عشتها. فوانت قاعد في الاستوديو انت عينك شايفه اللي هو المفروض يكون شايفه، غير لو انت بقى فروم داي 1 انت قاعد في الاستوديو كل ده انت مش شايفه، هتبقى بتكلمه من حته ما فيهاش التفاصيل. صح جدا. والمراسل اللي معاك بقى يبقى مستمتع لما يحس ان انت فاهم هو شاف ولا ما شافش، بصوا لبعض فاهم. فطيب هنرجع لك مره تانية، فخلاص اديله فرصه ان انا هو ايه، لا لم معلومات اكتر. انتوا بتلعبوا لعبه اللي هي الو مش سامعه وتديله فرصه دي؟ وارد طبعا. لو انا سالت المراسل السؤال وحاسس ان هو بيتزنق ممكن يلعب يلعب لعبه اللي هو انا مش سامع وبتاع. ماشي. بس بحس ساعات من الدي جي والله ساعات. لا بس ساعات بتبقى بجد. ماشي. ان فعلا الصوت ممكن يكون حصل فيه مشكله. اكيد كتير بجد، بس معظم الوقت يعني معظم النتورك احنا بنتكلم بعض ما بنسمعش بعض اصلا في العادي. التليفون ما بتسمعش، فانت متخيل بقى كل الحاجات دي. بس فنزلت مراسل. فلما رحت قعدت معاهم بقى لي خلاص مش كاميرا تيست، هتنزل تصور. تاني حاجه بقى ايه التقرير، حفله فرقه وسط البلد في مسرح الجمهوريه. ايه اللذاذه دي؟ لذاذه، انا بحبهم فاهم. بس فرحت، ربنا ما يوريكوا بقى انه انا عارف ان ده اختبار بالنسبه لي. عملت الانترفيوهات تمام مع الفرقه ومع الجمهور وكل حاجه، وجيت بقى البيس تو كاميرا واو تي في. خد بقى عندك اللغه العربيه اللي وقعت في غرامها. او تي في الاستراتيجي بتاعتها كان مش عايزين لغه عربيه فصحى، عاميه طبعا، عاميه بس الشباب وبتاع. فوانا عمال اقع في غرامه النحو واللغه العربيه عشان تيجي تقول لي عاميه. بس لو ما كانش بقى ده موجود اللغه العربيه دي، بعد ما عدى الزمن كنتش هبقى جاهز لحاجات تانية كتير طبعا. يعني او تي في كان عندهم استراتيجي عاده في عرف التقارير التلفزيونيه، المراسل لو هيطلع قدام الكاميرا بيطلع مره واحده، يا في الاول يا في الاخر يا في النص، وكل حاجه مسببه. رجعوا كلموني تاني عايزين نصور تقرير تاني. حاضر. في الثالث في الرابع في الخامس، رامي انت معانا. اول مرتب بقى كان قد ايه؟ كان يا دوبك ملمس في 3.